لو انت فريلانسر وفر فلوس المحاسب القانوني وتعالى اقول لك ازاي تعمل حساب ضريبي من البيت. اول خطوه هتدخل على البوابه الالكترونيه لمصلحه الضرائب المصريه. تاني خطوه هتضغط على بوابه الممول وهتختار مستخدم جديد. تالت خطوه هيطلب منك تدخل الاسم والايميل بتاعك وتعمل ليك يوزر نيم وباسورد. رابع خطوه هيبعت لك لينك على ايميلك للتاكيد، وبمجرد ما تفتح اللينك هيظهر لك ارشادات وتعمل تاكيد للايميل. خامس خطوه هتختار تسجيل ضريبي جديد، وبعد ما تضغط عليها هيظهر لك الرساله دي، وهتضغط على اعدادات المراسلات الرسميه، وده هياخدنا الخطوه اللي بعدها. هيطلب منك رقم موبايلك علشان يبعت لك كود للتاكيد، وبعدها هتدخل على الايميل تاني وهيبعت لك رساله عليه تاني للتاكيد. سابع خطوه، هل انت بتسجل علشان عندك نشاط شغال فعلا وعايز تطلع له بطاقه ضريبيه، ولا انت بتسجل مثلا عشان تسدد الضرائب العقاريه او الارباح الراسماليه او رد ضريبه القيمه المضافه؟ وهنا هتختار الاختيار الاول علشان انت فريلانسر. تامن خطوه هيطلب منك نوع التسجيل، هل هو تسجيل طوعي يعني تسجيل ومش معاك بطاقه ضريبيه، ولا تسجيل اجباري يعني معاك بطاقه ضريبيه بس ما عندكش حساب على المنظومه؟ وطبعا هنا هتختار الاختيار الانسب ليك. بعد كده اختيار فئه التسجيل، لو انت بتفتح شركه مع صحابك هتختار شخصيه اعتباريه، ولو انت لوحدك هتختار شخصيه طبيعيه. وهنا هيطلب منك اسمك الرباعي والجنسيه وبلد الاقامه والرقم القومي. وكده اقول لك مبروك، انت بقى عندك حساب سجل ضريبي جديد. وهقول لك في فيديو تاني ازاي تعمل بطاقتك الضريبيه اونلاين. ابعت الفيديو ده لصاحبك اللي عايز تعمل مشروع معاه.